أهم اللقطات اللي ظهرت في اليورو، أقول لك على حاجة، تعال نشوف. يلا بينا. ظاهرة غريبة ظهرت في اليورو السنة دي، وهي الضربات الثابتة. الضربات الثابتة إزاي كل الفرق بتستغل الضربات الثابتة بشكل مميز جدا. في العصر الحديث تم تعيين مدرب ضربات ثابتة أو محلل أداء للضربات الثابتة لاستغلال الضربات الثابتة لكل الفرق، لأن أوقات كتير بتحسم بطولات وبتحسم مباريات. نخش في الموضوع نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. في مباراة انجلترا وسلوفاكيا عملوا خدعة بسيطة جدا، وده طبعا لان سلوفاكيا عندهم اطوال كبيرة، فرويس كان خارج المنطقة اللي هو عليه الدايرة ده، وعامل نفسه من بينها ومش هيتدخل في الكرة خالص، بس هو هيتحرك وقت طلوع الكرة. طيب سيبك من رويس بقى وبص على رقم 5 اللي هو ستونز، اللي هيبتدي ياخد نظر المدافع بتاعه اللي هو ماسكه ويبتدي يطلع بره المنطقة، اولا عشان يغطي مكان رويس في التقدم، ثانيا عشان ياخد نظر المدافع، ويبتدي رويس يتحرك عشان ياخد الكرة العالية، بس بسرعة المدافع رجع بسرعة وغطى على